أهلا بيكم في قناة همسة الحيوان. أنا ميري ودي قناتي. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، كتير من الناس ما بياخدوش بالهم منها. إزاي الحيوان الأليف ممكن يشجعك تتحرك وتجري ويغير نمط حياتك. خليني أقول لك حاجة. لو أنت من الناس اللي بتحس أنك مش بتتحرك كفاية أو نفسك تنزل تتمشى أو تلعب رياضة بس مفيش الدافع، في الفيديو ده هقولك ايه هو الدافع اللي ممكن يخليك تتحرك وتمشي وتلعب ويغير نمط حياتك. تعالوا بينا نشوف. أهلا بيكم مرة تانية في قناة همس الحيوان. في الفيديو ده هنتكلم حقيقي عن ازاي تتغير نمط حياتك، ولو انت عايز تتمشى او تتحرك ومش لاقي دافع انك خليك فعلا تتحرك او تتمشى او تلعب ومش لاقي الدافع ده ويغير نمط حياتك، هو الحل هو الكلب. الكلب ممكن يكون الحل. هقولك ازاي. انا عن نفسي وجود بالله خلاني انزل واتمشى اتحرك كل يوم، مش علشان انا فاضية، لكن علشان هي محتاجة تطلع تتحرك تلعب. والعجيب ان فادني جدا، فادني انا اكتر منها كمان. كل يوم بنخرج سوا نتمشى، حتى ولو نص ساعة، مش لازم فترة طويلة، بس حتى لو نص ساعة تحس انك اتنفست، غيرت جو، شفت مناظر تانية، شفت مناظر طبيعية، شفت ناس، تتعرف على ناس جديدة، تتعرف على، طبعا في ناس برضو بحيواناتهم بيمشوا ينزلوا يتمشوا، فانت ممكن برضو تتعرف على ناس، تتعرف عليهم، يبقى لك صحاب. في نفس الوقت كمان انت بتغير جو، بتغير روتين حياتك. في من الروتين مثلا الملل في البيت على طول، لا، انت تنزل النهارده ممكن تتمشى في المكان ده، ممكن تغيره تاني يوم تتمشى في مكان تاني، فانت بتغير الاماكن، بتشوف مناظر طبيعية، بتغير هوا، تتنفس، بتاخد اكسجين. وكمان انت كمان جسمك يرتاح، يعني جسمك يرتاح من القعدة، لأن القعدة مملة. والأجمل من كده كمان إنك بتحس إن في حد بيشاركك، يعني مش أنت ماشي لوحدك، لا، أنت ممكن تتكلم معاه عادي. بجد لو أنت ناديت عليه وقلت له أقف، استوب، نمشي، اقعد، أنت بتكلمه، حتى لو بتكلمه عادي كأنه واحد صاحبك، أنت بتكلمه كواحد صاحبك عادي جدا. بيسمع حتى لو ما ردش عليك، بس أكيد بيسمعك كويس جدا. الأطباء بيقولوا إن مجرد المشي يوميا بيقلل الضغط وبيحسن الدورة الدموية وبيساعد على النوم المريح، وده غير طبعا الفايدة النفسية. لما بنخرج نتواصل كمان مع طبيعة أو ناس تانية عندهم برضو نفس الحيوانات، وكمان بنلعب معاهم. لو كمان عندك قطط بتلعب معاهم في البيت. أنا مثلا بلعب مع نولا وليل وتابسي، بنلعب معاهم حتى لو ربع ساعة. انت بتحرك جسمك كله بيتحرك، تجري وراهم، تديهم كورة، بتحرك مثلا العصاية مريش بتمسكها بإيدك، جسمك بيتحرك وبيفصلك شوية عن الروتين ويقلل الملل. وأوقات كمان بيكون عندنا كسل، يعني كسل أو إحباط، لكن الحيوان الأليف بيكون سبب إن احنا نقوم ونتحرك ونتمشى، سواء نحط لهم أكلة، نحط لهم مية، ننزلهم يتمشوا. ده الكلب طبعا، القط بتلعب معاه كده، فبيخليك عندك حركة. التمشية دي مش بس ليك، هي كمان لحيوانك عشان يفرغ طاقته ويحس بالسعادة. ولو عندك أطفال كمان ده بيشجعهم، بيتحركوا ويتفاعلوا مع الحيوان، وبدل ما يقعدوا طول اليوم مثلا أو على التابلت أو على التلفزيون أو
على التليفون. طبعا ده مش كويس طبعا للأطفال. يعني التلفزيون يكون لازم مثلا بوقت معين مش على طول. أما التليفون والتابلت والكلام ده طبعا مش مش مسموع، بس في ناس كتير بتعمل كده علشان الأطفال يلعبوا وهم يقدروا يعملوا حاجة أو يعملوا مصالحهم، بس ده مش كويس، مش صحي جدا للأطفال. بالعكس ده هيضرهم. في نفس الوقت إن هم كمان لما يلاقوا حيوان وانت في البيت بينزلوا كمان ما يبقاش عندهم وقت، هم كمان الطاقة بتاعتهم بتطلع مع الحيوانات، بيجروا بيلعبوا يتنططوا، هم لسه صغيرين. يعني ببساطة كده الحيوان الأليف ممكن يكون المدرب الشخصي بتاعك، بس على طريقته اللطيفة. وفي الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عن الدور العلاجي المدهش للحيوانات، مشاعر، شفاء، وراحة نفسية. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة، واكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه أكتر لحظة حركت في حيوانكم الأليف بدون ما تاخد بالك، أو تصرف غريب عمله من غير انت ما تاخد بالك. واشوفكم قريب في فيديو جديد، وأتمنى لكم من كل قلبي كل حب، كل سلام، وكل محبة، وباي باي.